هو عالم من غزة هدد ملك الحكام والأمراء، وعلى رأسهم الخليفة العباسي هارون الرشيد اللي كان بيحكم ربع الأرض، اللي كان بيقول للسماء أمطري أيا كان فإن رزقي سوف يأتي. هدد ملكه عالم من غزة. ده بايني غزة بتطلع رجالة من زمان ولا إيه؟ وده مش كلامي، ده كلام المؤرخين. كانوا بيقولوا عندما كان هذا العالم يدخل مصر من الأمصار أي مكان، كان الولاة بيقولوا إن هذا والله هاشميا قرشي من آل البيت، فإن أصابه مكروه في ولايتنا لا نأمن غضبة الخليفة وهو ابن عمه، وإن أمهن الخليفة ساعة لا يمهن العوام. يقولون سفكوا دماء رجلا من بني هاشم ولم يرعوا فيه الذمة والرحم، فإن هذا والله لضياع للملك والسلطان. اللهم أخرجه من ولايتنا ولا تجعل ذهاب ملكنا على يديه، لأن العالم دوت هو هاشمي قرشي من آل البيت. وكان لما بيقف على المنبر وبيخطب في الناس ويستشهد بالأحاديث كان بيقول هذا الحديث قاله ابن عمي النبي. وكان لما بيدخل مصر من الأمصار أي مكان أي بلد كان الناس بتتجمع حواليه، لدرجة إن المؤرخين بيقولوا كانوا بيتجمعوا عليه كتجمع الفراش على النار، فكان الولاة بيخافوا منه من تجمع الناس حواليه. الراجل ده ما كانش عالم لا سمح الله، ده كان علامة في الطب وعلم الأنساب واللغة والفقه، فوق ده كله كان شاعر. واتعرض عليه الولاية والحكم فأبى واستكبر. هو العالم الكبير العلامة الإمام الشافعي صاحب المذهب الشافعي. في البداية لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة ودعمني بلايك، لأن بجد القناة ديت مهتمة بالتاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية، وبنحاول نربط الماضي عشان نفهم الحاضر، عشان نعالج المرض اللي موجود في الأمة دلوقتي من الضعف. هيفوتك كتير لو ما اشتركتش في القناة، صدقني. في الفيديو ده هكلمكم عن الإمام الشافعي من مرحلة طفولته إلى نضوجه وطلبه للعلم وارتحاله في سبيل العلم، والمواقف الصعبة اللي تعرض لها وهو بيرتحل وبيسافر لطلب العلم من الكتب والمصادر بأرقام الصحف. والمواقف ديت أكيد أنت أول مرة تسمع عنها، وقصص تعنيفه للولاة والحكام وتغليظه ليهم الكلام ونصايحه ليهم بالعدل، وما كانش الولاة والحكام يقدروا يقربوا له بأي ضرر، زي ما أنت عارف إنه كان ابن عمه هارون الرشيد الخليفة العباسي. وبرضه في الفيديو دوت هتعرف إيه هو سبب تمرده على بغداد ورحيله عنها بعد ما عرض عليه ابن عمه هارون الرشيد الولاية إنه يوليه مكان ويبقى حاكم عليه، لكنه رفض. وهو ماشي عن بغداد قال سافر وارتحل تجد عوضا عمن تفارقه. وبعديها على طول خرج من بغداد راح لمصر وغير الفقه بتاعه في مصر بعد ما النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جاله في المنام. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا القصة كاملة، وهتعرفوا في الفيديو دوت أهم المقولات والحكم والأبيات الشعرية الجميلة اللي قالها الإمام الشافعي. استنونا بعد الفاصل. الإمام الشافعي بالكامل اسمه أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس الشافعي، ليه قرابة بالنبي، فهو هاشمي قرشي من آل البيت. طفولة الإمام الشافعي وهو صغير، أمه كانت حامل فيه في عسقلان في فلسطين، وانتقلت بيه لغزة وهي حامل وولدته هناك، وده كان في 150 هجريا، وده اللي ذكره الإمام الذهبي في كتابه سيرة أعلام النبلاء صفحة 10 مجلد 5. أبو الإمام الشافعي مات وهو لسه بيرضع، ففضل هو وأمه فاطمة الأزدية في غزة عايشين في فقر وجوع شديد، لكن أقاربه من أمه كانوا بيساعدوهم. وبعد كده انتقل الإمام الشافعي لمكة في طفولته لما بقى عنده سنتين، عشان أمه خافت عليه من ضياع نسبه الشريف إن هو هاشمي قرشي من آل البيت، فخدته وراحت بيه لمكة عشان ينشأ بين القبيلة بتاعته اللي هي قريش، وتعلم هناك الرماية والفروسية وحفظ القرآن وعنده 7 سنين. وبعد كده أمه سفرته لقبيلة هذيل ديت كان من عادة القبائل العربية إن بيودوا أولادهم القبائل اللي موجودة في الصحراء اللي هم البدو، لأن لسانهم
في اللغة أصح، لأن هم ما بيختلطوش بالأعجام عشان ابنهم يتعلم الشعر واللغة ويكون قوي جسمانيا. فأمه ودته لقبيلة هذيل في الصحراء عشان يتعلم اللغة والفصاحة والشعر. والإمام الشافعي قعد هناك 3 سنين كاملة، اتعلم منهم كل حاجة، من الشعر للأنساب، حتى العلوم الفقهية البسيطة اللي كانوا هناك عارفينها خدها منهم. بعد كده الإمام الشافعي رجع تاني لمكة، تاني لطلب العلم. فترة المراهقة رجع لمكة وهو عنده 10 سنين، ودخل حلقة علم مسلم بن خالد الزنكي مفتي مكة في وقتها. وبعد اجتهاده في تحصيل العلم سمح له شيخه بالفتوى وقال له أفتي يا أبا عبد الله. وكان الإمام الشافعي لسه ما كملش 15 سنة، فبقى أصغر مفتي في مكة. خلصنا كده طفولة الإمام الشافعي ونضوجه، هنتكلم بقى على أماكن ارتحاله وقصص التعب والمشقة اللي عانى منها الإمام الشافعي، واللي ما فيش حد اتكلم عليها خالص، واللي عمرك ما هتسمعها غير في القناة ديت، قناة تاريخ الآباء والأجداد. عشان كده حييني واعمل لي لايك واشتراك في القناة. أنا لو كنت برقص على التيك توك كنت زمانك عملت لي اشتراك دلوقتي. نرجع تاني عشان نذكر لك أماكن ارتحال الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قعد في مكة لغاية ما بقى عنده 15 سنة، ولما بقى عنده 15 سنة بقى مفتي لمكة، وهيقعد فيها لغاية ما يبقى عنده 20 سنة. لما يتم ال20 سنة أول حاجة هيفكر فيها إن هو يروح للمدينة عشان يطلب علم الإمام مالك. شاف المسافة ديت اللي انت شايفها ديت كان هو ماشيها على رجليه، لأن في الفترة ديت ما كانش معاه حتى فلوس يستأجر بيها جمل يركبه علشان يروح المدينة علشان يطلب علم. ومع ذلك اتحدى المستحيل ومشي على رجليه. ولما وصل للإمام مالك دخل على الإمام مالك وهو موطي راسه أدبا لمقام الإمام مالك. كانوا بيقولوا على مالك أيفتى ومالك في المدينة. الإمام مالك كان نجم في العلوم، وكان الولاة والخلفاء لما بيشوفوه أو بيعدوا على المدينة لازم يخشوا يسلموا عليه وهم موطيين راسهم. فبص الإمام مالك للشافعي وقال له فما اسمك؟ رد عليه الشافعي قال له محمد، وأنا من الحجاز، وأنا قرشي هاشمي من آل البيت. فأمروا الإمام مالك إنه يقرأ عليه كتابه في الحديث اللي هو موطأ الإمام مالك. فقرأوا الشافعي، فبص له الإمام مالك وافتكر حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللي هو سيخرج عالم من قريش يملأ الأرض علم. الإمام مالك حس النبوءة اللي قالها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث دوت كانت لهذا الشاب اللي هو الإمام الشافعي. فبص الإمام مالك للشافعي وقال له يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن إن شاء الله، قد ألقى الله على قلبك نور فلا تطفئه بالمعصية. النبوءة ديت اللي قالها له الإمام مالك كانت الشرارة الأولى لسعيه لطلب العلم. فما سكتش الإمام الشافعي، قرر إن هو يسافر لليمن علشان يطلب العلم بعد ما أخذ علم المدينة على إيد الإمام مالك. وارتحل الإمام الشافعي من المدينة سنة 179 هجريا بعد وفاة شيخه الإمام مالك. وبناء على طلب الوالي العباسي اللي كان بيحكم اليمن فوافق الإمام الشافعي وقرر إن هو يسافر، لكنه ما كانش معاه ثمن السفر لليمن، فيقرر إن هو يروح لقافلة رايحة لليمن ويعرض عليها الخدمة مقابل إن القافلة ديت تحمله وكتبه لليمن. فوافق صاحب القافلة مقابل إن الشافعي يخدمهم في الرحلة ديت. في الرحلة ديت هيتعرض الشافعي للسرقة وهيعطش وهيحصل له حاجات غريبة وهيتحبس وكان هيتعدم كمان. قصة كبيرة قوي، تابع الفيديو عشان تعرف احنا كنا واصلين لغاية فين. افتكرت الإمام الشافعي في الصحراء عشان يوصل لليمن هجم عليه لصوص، أخذوا القافلة وخدوا الفلوس اللي في القافلة وخدوا الناس اللي هناك عشان يبيعوهم في سوق العبيد. يعني الإمام الشافعي كان هيتباع كعبد، لكن ما أنقذش الإمام الشافعي من المصير دوت إلا القرآن. لأن الإمام الشافعي لما كان مسكين اللصوص كان على طول بيقرأ القرآن بصوت عالي. فكبير اللصوص اللي هو الزعيم بتاعهم قال لرجالته اتركوا هذا الرجل فإن صوته يذكرنا بالله. فاللصوص سابوه يمشي. هتقول لي انت بتحور عليا، اقول لك لا،
ده مش كلامي، ده كلام المؤرخين. الكلام دوت كتبه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق صفحة 356 مجلد 51، وبرضه كتبه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية صفحة 265 مجلد 10 للي عايز يبحث ورانا. فمشي الإمام الشافعي لوحده وضل الطريق، وكان هيموت من العطش، لكنه في الآخر لقى بير فشرب منه وشكر ربنا وكمل الطريق لغاية ما وصل لليمن. هتقول لي خلاص المعاناة خلاص خلصت، أقول لك لسه، ده ابتدت. انت لسه شفت حاجة؟ كل اللي فات ده كان تمهيد. ومع ذلك لما كان بيتسأل عن الترحال الإمام الشافعي والسفر لطلب العلم كان بيقول: الترحال في طلب العلم يزيد المرء عقلا وفضلا. وده اللي ذكره البيهقي في كتابه مناقب الشافعي صفحة 230 مجلد 1. ولما دخل الشافعي لليمن تولى القضاء فيها وأنصف المظلومين ونصر الضعفاء والفقراء على أسياد القبائل، لدرجة إن زعيم القبائل اللي موجودة في اليمن غار من الإمام الشافعي وحب ينتقم منه، لكن خاف من غضب الخليفة هارون الرشيد، لأن الإمام الشافعي دوت هاشمي قرشي من آل البيت، والإمام الشافعي كان محبوب جدا لأن الإمام الشافعي كان ابن عم هارون الرشيد الخليفة العباسي، وهو هاشمي قرشي من آل البيت. والإمام الشافعي كان محبوب جدا وكان ليه مؤيدين، لدرجة إن هو لما كان بيقف عشان يتكلم كان الناس بتلتف حواليه، لأنه كان بيتكلم بالأحاديث، وكان لما بيقول الحديث كان بيقول: هذا الحديث قاله ابن عم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن زعيم القبيلة ده قرر إن هو يعمل حركة صيعة قوي، فيقرر إن هو يبعت رسالة للخليفة هارون الرشيد ويقول له فيها إن في راجل بيقلب الناس عليك يا مولاي، وشايف نفسه ند ليك، وبيفعل بلسانه ما لا يفعله السيف، وهو ذو نسب عظيم طامع في الملك. فالخليفة هارون الرشيد بعت للوالي بتاعه اللي هو كان في اليمن إن هو يجيبه له متأيد ومكبل بالحديد. واتقبض على الإمام الشافعي وحطوا إيديه في الحديد وحطوه مع 9 من المسجلين الخطر في عربية ونقلوه لبغداد. يعني الرحلة كلها من أولها لآخرها مشقة من بدايتها، وهو جاي لليمن لغاية ما طلع منها رايح لهارون الرشيد بتهمة قلب نظام الحكم، وهيتعدم هناك، وكله عارف إن هو مش هيرجع، حتى نفسه هو عارف خلاص إن الموضوع انتهى. وده كان في سنة 184 هجريا، لغاية ما هارون الرشيد أمر حراسه إنهم يجيبوا الشافعي عشان يشوف الراجل اللي هو قرشي وبينافس الخليفة أو شايف نفسه ند لهارون الرشيد. فسأله هارون الرشيد لما وقف قدامه الإمام الشافعي، قال له: هل تمردت على الدولة وقلت أن هناك خليفتين في الأرض؟ رد الإمام الشافعي قال: نعم. فغضب هارون الرشيد: يعني بتتمرد كمان على الدولة؟ فرد الإمام الشافعي وقال له: ما قصدت خليفتين في الأرض إلا سيدنا موسى وهارون، في قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فضحك هارون الرشيد لذكاء الإمام الشافعي، فسألوا عن علمه وسألوا عن الطب وسألوا عن الأنساب وسألوا عن الفلك وسألوا عن اللغة وسألوا عن الشعر، فأجاب. وسألوا عن نسبه فقال: هاشمي قرشي من آل البيت. فعرف هارون الرشيد إنه هو ابن عمه، فأمر إنه هو يفك وثاقه وقال: أكرموا ابن عمي. وهارون الرشيد الخليفة العباسي اللي كان بيحكم ربع الأرض طلب من الإمام الشافعي إنه هو ينصحه، فقال الأبيات ديت: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فليس لحادثة الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، يغطى بالسماحة كل عيب. من هنا اتفك النحس والحظ لعب مع الإمام الشافعي، والخليفة هارون الرشيد جعله في جواره وأغدق عليه العطايا، والإمام الشافعي بلغ مجد عظيم جدا. لكن شكل الإمام الشافعي اتعود على الترحال والتمرد، فتمرد على بغداد لما عرض عليه ابن عمه هارون الرشيد إن هو يوليه ولاية أي مكان عشان يحكمه ويبقى والي عليه. فالإمام الشافعي رفض. مش بس كده، ده ولى ظهره لبغداد وتمرد على بغداد ومشي من بغداد. وهو ماشي قال: سافر وارتحل تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت
ركود الماء يفسده إن ساح طاب، وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. كل من سمع هذه الأبيات ظن أن الإمام الشافعي يقول الأبيات ديت عشان يشجع الشباب إنهم ييجوا لبغداد. ما يعرفوش إن الإمام كان بيقول الأبيات ديت وهو مولي ظهره عن بغداد راحل عنها، لدرجة إن في مؤرخ من المؤرخين قال إن الإمام الشافعي خرج من بغداد بسبب خوفه من ابن عمه هارون الرشيد، بسبب وشاية بعض الوشاة. لكن كل المؤرخين بيعترضوا على هذا وبيقولوا ليس هارون الرشيد من يفعل هذا، يروع ابن عمه حتى يخرجه من بغداد على هذا الحال، وإن كان يفعلها لفعلها مع الطالبيين أبناء عمومته، حيث آتوه بكل قبيح، وكانت فتنتهم تودي بملك بني العباس وتقتل فحل بني العباس هارون الرشيد. لكن عندما كانوا في قبضته وقف هارون الرشيد بين الناس فقال: أيها الناس، إني هممت أن أسفك دماء الطالبيين وهم أبناء عمومتي، لكني خشيت أن يقول العوام إن هذا هارون الرشيد فحل بني العباس قد سفك دماء قومه من بني هاشم ولم يرعى فيهم الذمة والرحم، فإن كان بنو هاشم قد سفكوا دماءهم بينهم فأنا نحن العوام أن نرفع من حرمة دماء بني هاشم فيضيع حرمة دماء بني هاشم بين العوام. وإن كان هارون الرشيد لا يفعلها وهو أبر الناس بقومه، يغدي عليهم العطايا ويغفر لهم ذلتهم ولا يروع ابن عمه ما دام في جواره، فإن الإمام الشافعي لا يفعلها أبدا. أليس هو القائل: إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في ودهم ظل؟ ماذا تؤمل من قوم إذا جاروا غضبوا عليك، وإذا أرضيتهم ملوا؟ فاستعن بالله عن أبوابهم كرما، إن الوقوف على أبوابهم ظل، فإن بطلت في الأولى فقد بطلت في الثانية. لكن كل المؤرخين بيستغربوا لماذا الإمام الشافعي تمرد على بغداد. من درس التاريخ الإسلامي يعرف ما معنى كلمة بغداد. كان ملوك أوروبا يتذللون عند أقدام هارون الرشيد أن يقبل أبنائهم أن يتعلموا في بغداد، وتفخرون في مجالسهم، يقول أحدهم إلى الآخر: إن ولي عهدي هذا قد تعلم في بغداد درة تاج الأرض. كان ابن رشد العالم الكبير كان بيتحسر على نفسه وبيقول لا عيب فيه، إلا أن مطلعي الغرب. كان بيتحسر على نفسه بالرغم أنه هو طلع في الأندلس، لكن الأندلس محمولة على الغرب الهمجي المتخلف. كان ابن رشد بيقول لو كنت في الشرق في بغداد لنلت من المجد، وجاءني الطلاب والأمراء والخلفاء يطلبون علمي ونلت من الدنيا من المجد ما أستحق، لكن لا عيب فيه إلا أن مطلعي الغرب، وأن لشخص متحضر يعيش في ظل حكم بني العباس في الشرق أن يولي ظهره عن بغداد ويوجهها لقرطبة وهي محمولة على الغرب الهمجي المتخلف، سيشمئز، هيقرف من هؤلاء الهمج المتخلفين. كان رجل الدين في أوروبا في العصور الوسطى كان يقف على الكنيسة ويقول: اللهم أهلك الأرض ومن عليها إلا أنا ومن تبعني فقط. كان مجرد الاختلاف في الرأي أو في المذهب كافي القتلك. كانت الكنيسة بتعدي الفقراء بالجنة بالنهار وبتبيعها الأغنياء بالليل، لغاية ما وقف فيهم مارتن لوثر أحد المصلحين التنويريين وقال: إنكم لستم عبيد، بل أنكم أقل من العبيد، العبيد لهم ثمن، أما أنتم فبلا ثمن، الكنيسة جعلكم أرخص من العبيد. أما بغداد كانت درة تاج الأرض، قيل من مر بها فقد سحر، لا تفرق بين الناس في الدين أو اللون أو البلد. كان وزير هارون الرشيد مجوسي فارسي يعبد النار، وكان طبيب هارون الرشيد مسيحي، قيل من قصد بغداد فقد نال مبتغاه. فلماذا يا إمام التمرد على بغداد بعدما نلت من بغداد كل المجد؟ كانت الأم تقول لابنها: يا بني، إن أردت السلطان فاقصد بغداد، فإن فيها عالم اسمه الشافعي، هو ابن عم الخليفة، عسى أن يزكيك عنده فتنال من السلطان ما أردت. وإن أردت المال فهو ابن عم الخليفة، والخليفة من يملك الأعطيات. وإن أردت العلم النافع فهو يحدث عن ابن عمه النبي، هو أصدق من تأخذ عنه العلم. فقد اجتمعت لك يا إمام المجد وجاءك الطلاب من كل فج يطلبون علمك، ثم تتمرد وتولي ظهرك لبغداد وتقول: سافر وارتحل تجد عوضا عمن تفارقه. إنما يرحل من كان به الحاجة. وهذه الشعارات لا تليق بالعلماء، إنما تليق بالرعاع والهمج المتخلفين من العوام.
أما أنت يا إمام فلا، فأنت هاشمي قرشي عالم الفقه والطب والنسب واللغة، فضلا على أنك شاعر. ألا تصيب شيئا من الدنيا فتكون كمن أصبت الدنيا والآخرة، ثم ازهد بها ما شئت. لكن الإمام الشافعي تمرد على بغداد، وذهب من بغداد إلى مكة، جلس فيها 9 سنين، كتب فيها كتاب الرسالة في الفقه، من أعظم كتب الفقه، واللي كتب في الكتاب دوت مقولة الإمام الشافعي اللي تتكتب بماء الذهب، اللي كان بيقول: ما ناظرت أحد إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. أنا آسف على انفعالي، لكن من درس التاريخ الإسلامي يعرف ما معنى كلمة بغداد، قرطبة، القاهرة. وإن كانت بغداد هي الأعظم، فإن القاهرة وقرطبة لا تضاهي ربع بغداد. نيجي للمحطة الأخيرة وآخر محطة، ارتحال الإمام الشافعي لمصر. الإمام الشافعي قرر إن هو يرتحل لمصر سنة 199 هجريا، ولما دخل مصر لقى إن الفقه بتاعه واجتهاداته وآراءه الفقهية اللي موجودة في العراق لا تتناسب مع أهل مصر، لأنها هتتشدد عليهم وهيعانوا عشان يطبقوها. ففكر كتير، فمن التفكير تعب فنام، فحلم بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، جاله في المنام وأمره بالتيسير على المصريين. في الرواية اللي رواها البيهقي في مناقب الشافعي، مجلد 1 صفحة 468، صفحة 468. وده كان في نفس الزمن، يعني الإمام الشافعي راح اجتهد عشان ييسر على الناس اللي كانوا في العراق. لما ارتحل لمصر لقى الفقه بتاعه واجتهاداته اللي كتبوا في العراق واللي يتناسب مع العراق لا يتناسب مع أهل مصر، هيتشدد عليهم. فكان نفسه إن هو ييسر على الناس، فحلم بالنبي، فكان الرؤية دي سبب في التيسير على الناس، وده كان سبب في تغيير فقهه اللي كان في العراق. وده بقى نتعلم منه إيه؟ إن رجال الدين أو العلماء اللي تركوا الاجتهاد وأهملوا كتب التراث وأخذوا من ملخصات أو اجتهادات العلماء اللي كانوا بيجتهدوا لعصورهم في زمانهم، وهم علماء عظام أكيد، عشان يسهلوا على الناس اللي في زمانهم، المفروض إن هم يهتموا ويجتهدوا زيهم عشان يسهلوا على الناس في عصرنا احنا اللي هو 2025. وده المفروض، لأن احنا بنشوف علماء الدين دلوقتي بيمسكوا في مسائل العلماء زي الإمام الشافعي والحنبلي وابن تيمية اتكلموا عليها، زي العبودية. احنا ما عندناش عبودية دلوقتي، فانت ماسك فيها تصطنع المشاكل ليه؟ أو مثلا زي حد الردة. وأمثلة على كده إن المسلمين لما كانوا بيحاربوا الروم، معنى إن أنت تترك الدين وأنا في الحرب وتتبع دين عدوي يبقى أنت خاين، والخيانة في الحرب يعني إعدام. أما إحنا دلوقتي مفيش الحمد لله حروب أديان، فبنحقق أي حد إن هو يدين بأي دين هو عايزه، تمام؟ أما بقى إن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تقول إن من حق أي إنسان إن هو يدين بأي دين هو عايزه، ورجل دين يطلع يقول لك لأ يقتل، ويستدل بمقولات لعلماء عظماء زي الإمام الشافعي والإمام الحنبلي والإمام ابن تيمية، اجتهادات اللي كان اجتهاداتهم في الفترة دي مناسبة لأزمانهم، أما ما تتناسبش مع زماننا دلوقتي. وأمثلة على كده النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما كعب بن زهير ترك الإسلام وهاجى النبي وانضم لقريش، والنبي كان بيحارب قبيلة قريش، النبي أهدر دمه. لكن في السلم لما جه كعب بن زهير ومدح النبي وقال في النبي: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، النبي عفى عنه. وبرضه إن سيدنا أبو بكر الصديق لما كان بيحارب المرتدين ما كانش بيحاربهم لأنهم سابوا الدين، لا، لأنهم رفضوا دفع الزكاة، وهم قالوا: نحن على الإسلام لكن لا ندفع الزكاة. فسيدنا أبو بكر الصديق قال لهم: ده مش حق أنا، ده حق الفقراء، عشان كده حاربهم عليه. أما أنت دلوقتي رجل دين يطلع دلوقتي يقول لك لا، مش من حق أي حد إن هو يختار الدين اللي هو عايزه، ويطلع العلمانيين يقول لك لا، الأمم المتحدة بتقول من حق أي إنسان إن هو يختار الدين اللي هو عايزه، فيطلع رجل الدين ده يكفرهم، فيسمع بكده واحد جاهل غبي فيقتلهم، فيفتحوا باب الشيطان. ليه؟ أو إن العلمانيين يقول لك لا لا لا،
سيبك من التراث دوت، التراث كله قتل كده، يبقى فاتح باب الشيطان. واكيد مش العيب في كتب التراث، العيب في رجال الدين او العلماء اللي تركوا الاجتهاد ومسكوا في مسائل فقهيه لا تتناسب مع عصورنا دلوقتي. الامام الشافعي لما كان في العراق اجتهد اجتهادات، لما جه مصر لقى ان الاجتهادات ديت هتتشدد على المصريين، قرر ان هو يجتهد عشان يسهل على الناس من التراث، وهو في نفس الزمن بس اتغير المكان. بس ما بالك بعلماء دلوقتي مكسرين ان هم يجتهدوا عشان ييسروا على الناس، وبياخدوا مسائل فقهيه زي العبوديه اللي مش موجوده دلوقتي، اللي بتوسخ سمعه العرب والمسلمين في العالم كله، متعمد انه يتكلم فيها ومتعمد ان هو يصطنع المشاكل وكانه بيثير العلمانيين عشان يكسب شويه شهره. وبصراحه دلوقتي احنا ما بنشوفش غير رجال الدين، اما ان هو بيحرض على الكراهيه على الممثلين والفنانين بدون سبب، يعني هو كده، اما ان هو بيستعطف الرعاع والهمج عشان شويه مشاهدات واعلانات وحسابات في البنوك والشغلانه ديت. وبصراحه يعني انت ليه تحرض على انسان زيك زيه؟ مش كان مغني او كذا. من يريد الاصلاح لا يتبع سبل المفسدين في الارض. النبي كان بيتسئل نفس المساله في موضعين مختلفين فيجيب باجوبه مختلفه. ليه؟ على حسب حاله الناس، علشان يسهل على الناس مش يتشدد على الناس. واي حد بيختلف معاه في الراي بيبقى من الفضائيين اللي بتتامر على الاديان في القرن ال21. لو اعداء العرب والمسلمين انفقوا نص اموال الارض ما شوهوا صوره المسلمين والعرب زي العلماء اللي تركوا الاجتهاد واهملوا كتب التراث. وده مش كلامي، ده كلام الامام محمد عبده من احد المجددين واعلام الازهر، كان بيعترض وبينقد العلماء اللي اهملوا التراث والاجتهاد فيها واكتفوا بالاراء الفقهيه لعلماء عظماء كانوا في الماضي كانت مناسبه ليهم هم في عصورهم. عشان القرف والارهاب والضعف اللي موجود في الامه لغايه دلوقتي مش بسبب كتب التراث، بسبب العلماء اللي اهملوا كتب التراث واخدوا بمسائل فقهيه وتعمدوا التحريض على الكراهيه، وان اي شخص مختلف معاهم في الراي فده من الكائنات الفضائيه اللي بتتامر على الاديان. واخطر انسان زي ما قال ابن رشد جاهل بيكفر الناس. شكرا ليكم، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتدعمونا بلايك. هسيب لكم 3 كتب تنزلوها عن حياه الامام الشافعي، والسؤال بقى عايزكم تجاوبوا عليه في التعليقات. الامام الشافعي لما دخل مصر كان عنده كام سنه؟ ودخل سنه كام؟ اللي يعرف يكتب لي في التعليقات. شكرا ليكم، سلام.